العيال مش مصدقين ان انا اللي عاملاها في البيت، ما هم ليهم حق بصراحه، نفس طعم وقوام الجاهزه. ايه الجمال ده؟ معقوله كده وهي لسه سخنه؟ امال لما تسقع هتكون عامله ازاي؟ والتكلفه يا بلاش والله. اجيب بوتاجازي ونقول بسم الله. بسم الله ما شاء الله، في ثواني اشتغل. هنجيب طاسه او حله، هنزل فيها ب 300 جرام من الحليب، يعني كوبايه ونص. بسم الله، ما تخافيش سهل التنظيف. هضيف عليهم كوبايه من السكر، وما تقلقوش هسيب لكم المكونات مكتوبه. بسم الله. 3 معالق كبار من الكاكاو، وركزي انا عايزه كاكاو فاتح مش غامق. الكاكاو الغامق بيكون شكله كده والفاتح كده، انا عاوزه الفاتح ده. بسم الله. هنقلب. بسم الله. هنضيف عليه بار من الشوكولاته، والشوكولاته لازم تكون حليب اي نوع بتحبيه. بصوا ما شاء الله في ثواني غليت معايا. هحطها سليمه كده كده، فلامينجو هيفرمها. اول الشوكولاته ما تدوب هنطفي النار على طول. هنشيل بقى الخليط من على النار، وبكده مهمة بوتاجازي حبيبي انتهت لحد دلوقتي. تعالوا بينا بقى على شفشق الخلاط. قبل بقى ما نروح للخلاط، حبيت اجاوبكم على اكتر سؤال بتسالوني فيه الفتره اللي فاتت. نوع بوتاجازك الكهربائي ايه يا حوريه؟ بوتاجازي الديجيتال من فلامينجو، بشاشه تاتش وشكل انسيابي خطير وعملي 100%. تعالوا اشرح لكم مميزاته سريعا، واكتر حاجه هتعجبكم فيه انه فعلا موفر جدا في الكهرباء. سامعاكي يا اللي بتقولي لي لا 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 لا، ده ما يعملش حاله محشي، ده ما يسويش حته لحمه. طب ايه رايك تيجي اعمل له اختبار؟ طبعا انتوا شايفينه سطح زجاجي وكيوت وابن ناس، لكن وقت الجد هيزعلك يا فوزيه. بصوا كده ركزوا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هو ده اللعب بالنار. تحبي تجربي واحد كمان؟ والله ما انا مزعلاكي اهو. ايه رايك بقى يا فوزيه؟ يعمل محشي ولا ما يعملش؟ يعمل محشي ولا ما يعملش يا ست الكل؟ ده يعمل لك احلى عزومه في اقل من ساعه. اللعب بالنار مع فلامينجو وبس. تعالوا نشوف مع بعض سرعه التشغيل. اول حاجه هندوس على الاون وهنشغل البرنامج اللي احنا محتاجينه. ايوه، ما هو مزود ب4 برامج جاهزه للتشغيل. وركزوا لي بقى في الشعله بتاعته، في اقل من ثواني بتكون جاهزه معاكي باعلى درجه حراره. درجه حرارته بتوصل ل 3500 درجه مئويه. لوحه تحكم رقميه تقدري تظبطي التايمر او تظبطي كمان برنامج التشغيل اللي بتفضليه. ثواني بيتفل وفي ثواني بيشتغل. شايفين؟ هو ده السحر يا ولاد. تقدري تحركيه وهو شغال لان المقابض عازله للحراره. موجود في تايمر لمده 3 ساعات، يعني تظبطيه وتنامي يا فوزيه. مش بس كده، ده كمان في فتحات تهويه علشان تحافظي على الحراره. تفتكروا بس كده؟ لا لسه هبهركم. شايفين لوحه التسخين دي؟ ايه رايكم لو قلت لكم انها منع للالتصاق؟ طب تعالوا نجرب كده. ايه اكتر حاجه ممكن تلزق معانا؟ هو السكر. هنحط شويه سكر كده. شايفين السكر بيتحرق يا ولاد؟ انا هولع في المطبخ النهارده. شايفين السكر اتحرق في ثواني. طب تعالوا نمسح بقى مع بعض، بس الاول هنطفيه. اظن بقى لو السكر اتحرق عندك كده مش هيتشال بسهوله. طب ما تيجي كده نجرب وننضفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والقطنه ما بتكدبش يا فوزيه. ليه مش خايفه وانتي بتولعي فيه كده؟ هقول لك لا، ما هو فيه خاصيه حمايه من درجه الحراره الزايده. تصميمه شيك وانيق، الهيكل بتاعه كله ستانلس ستيل، وكمان السطح بتاعه زجاج علشان يزود شياكته. يعني القاعده بتاعته ليها ارجل مطاطيه كده علشان يكون ثابت وما بيتحركش. جهاز فلامينجو يعني شكل شيك، قوه جباره، سهل في التنظيف، سهل في التحريك، وكمان سهل في التشغيل. برامج كتير، يعني محتاجه ايه اكتر من كده يا ست الكل؟ يعني خدمه ما بعد البيع عندهم ما بتهزرش. بقى شفشق الخلاط وهننزل فيه بالخليط اللي احنا لسه عاملينه. بسم الله. كوبايه ونص تاني من الحليب. بسم الله. 3 معالق كبار من اللبن البودره، و3 معالق كبار من الكريم شانتيه. بسم الله. وكمان 3 معالق كاكاو. بسم الله. اخر حاجه هنحضر كوبايه ونص من الزيت، هننزل بيهم بالتدريج واحنا بنضرب في الخلاط. نضرب بقى على اعلى سرعه. بسم الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. تخيلوا ان ده قوامها وهي لسه سخنه، فما بالكم لما تبرد بقى ما شاء الله. العيال مش مصدقين ان انا اللي عاملاها في البيت. عايزه بقى اسهل من كده ايه؟ اظن بقى مفيش احلى من كده. تجنن.